لباس رسمي يعني هذا الناس كلهم صح. هذا لباس ديال الاحتفال بعيدا عن لباس التباري ولباس ديال التنافس. هذا هو المغربي. اما زكا سنة الجواب ديالكم، لماذا وقع العالم في حب منتخب المغرب؟ هذا وقع في حبه ليس ارتباطا، بل أنه كرسته كل المجهودات التي بذلها، سواء من ناحية كما قلت، سواء من الناحية الإنسانية والاجتماعية أو من خلال التضاري ومقارعة جميع الخصوم بدون استشعار نقص ما. فالمنتخب الوطني ظهر بمظهر الفريق القوي، ظهر بمظهر أن هناك لحمة تجمعه وهو الترابط العائلي بين جميع مكوناته. هناك ترابط بين اللاعبين وأولياء أمورهم، إما آباء وأمهات. لاحظنا تلك اللحظات الحميمية وذلك العناق وذلك البكاء الذي لن يزيد اللاعب إلا شحنة قوية وحقنة منشطة وطبيعية من أجل الاستمرار في العطاء ومن أجل التألق والتوهج. النجم أشرف حكيمي تحدث عنه يوم أمس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو، قال إنه لاعب عظيم، لاعب يقدره ويحترمه، وتحدث يعني بشكل جميل جدا عن أشرف حكيمي، خصوصا كان حديث عن حول عدم رضا حكيمي على قرارات التحكيميه وقضيته مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو، لكن الرجل رد بشكل يليق بمقام اللاعب ومقام المملكة المغربية، وكان كلام جميل سواء عن أشرف حكيمي ولا كذلك عن المغرب. وتابعنا كذلك في تصريحات جاني انفانتينو، يعني في كل تصريحاته بعد نهاية المونديال إلا وحتى قبل يعني في دور نصف النهائي وفي المباراة الترتيبية ويتحدث عن ظاهرة المونديال هو المنتخب الوطني المغربي وفي ظل ما قدمه في هذه النسخة الاستثنائية. جاني